اخر السنه في ديسمبر، وده كان تبع الاردن هي اللي كانت جايبه بقى، وكان النظام والدقه اللي هي كانت ماشيه عليه شيء من وراء العقول، ومحدش يقدر يعمل زيها، هي طبيعيه كده. وانا شفت دلوقتي انه احنا اتكلمنا على طفولتها، واتكلمنا عليها هي كشخصيه اللي هي بتنفعل انفعال اكتر من الطاقه. بس هي ده جاي من انه هي وهي صغيره خدوها وودوها المير دي ديو في مصر، وما بتحبش هي الكلام ده، ما بتحبوش. فما كانتش يعني كانت في خوف في عينيها، في خوف في شخصيتها، اللي جه ومسح ده كله بقى وعرفها ان هي قيمه وقامه كبيره جدا. الله يرحمه الاستاذ لويس كريس. طبعا.